تعرفوا معنا على قديس لبنان وكيف صار طبيب السما. ولد القديس شربل ب8 أيار سنة 1828، وتوفى بليلة الميلاد ب24 كانون الأول سنة 1898. القديس شربل هو قديس لبناني، ولد ببقع كفرة موجودة بقضاء بشرة، هي من أعلى القرى بلبنان. بيو اسمه أنطون مخلوف، وأمه برجيتا، وانعرفوا هودي الأم والبي بالتقوى الصحيحة. قديس شربل اسمه الحقيقي يوسف مخلوف. ترك بيت بيو بعمر 23 سنة، وقصد الترهب بالرهبانية اللبنانية المارونية. دخل على دير سيدة ميفوق، بعدين انتقل لدير مرمرون عناية وأتم هونيك 2 سنين. بعدين عينوا الرؤساء تلميذ فأرسل لدير كفيفين، والتلمذ على إيد مرنعم طلة الحرديني المعروف بقديس كفيفين، ورسموا كاهن ببكركة المطران يوسف المريض ب23 تموز سنة 1859. أقام الأب شربل بدير مرمرون عناية بعد صيامته مدة 16 سنة، وتمرس بأسمى الفضائل الرهبانية، وأكيد لسيما فضيلتي التواضع والطاعة. مار شربل لصار طبيب السما مش بالصدفة، الله أقام على إيده بالدير العديد والعديد من الآيات الباهرة، ومنها آية السراج أو المعروفة بأعجوبة سراج الزيت. الخادم الموجود بالدير لحتى يجربه للقديس شربل، لأنه كان معروف بصلاته وطاعته للرب، كان دايما الأول بكل شيء. هيدا الخادم جرب إنه يحط مي بقنديل الزيت. القديس شربل ما كان عارف بهيدا الشي، أخد قنديل المي اللي موجود بقلبه مي وضواه، واشتعل هيدا القنديل وأضاء له كل ساعات صلاته الليلية. مار شربل هاي الأعجوبة انعرف فيها وانشهرت، وبعدها لهلأ العالم كلها بتحكي فيها. من بعدها طلب من رؤسائه بإلهام الله الاستحباس بمحبسة دير عناية المعروفة بمحبسة مار بطرس وبولس، وهيدا الشي صار سنة 1875، وقضى فيها 23 سنة. بهيدي المحبسة كان عنده رغائب كبيرة بالعطاء، ضاعف أعماله التقشفية، زاد شغف بالتأمل والصلاة والاستغراء بالله، حتى أصبح شربل الإنسان السكران بالله. من تقشفاته إنه كان يركع على طبق من قصب من حروف شائكة، كان يلبس المسح على جسده، كان بينام قليل، وكان بيصلي وقت كتير، وبيشتغل بالحقل وحتى يشتغل أعمال يدوية، وبيكون عم بيقوم بكل الموجبات اللي بتفرضها عليه المحبسة. حتى انتشر القديس شربل وانعرف بقداسته، أخذوا الناس يجوا لعنده وياخدوا بركته ويلتمسوا منه الشفاء من أمراضهم، ويلتمسوا العديد من العجائب والآيات. توفى القديس شربل سنة 1898 بالأسبوع السابق لعيد الميلاد. شرع الحبيس يتلو القداس كعادته، فما امتلأ كلام التقديس وبلغ لرفعة الكاس والقربان تاليا صلاة يا أبا الحق، حتى أصابه عارض الفالج. استمر رافع الكاس والقربان وأصابيعه كلها مشنجة. تمكن رفيقه الأب مكاريوس من نزع الكاس والقربان من إيديه وحمله على غرفته. قاسى أوجاع كتير، أوجاع مرة لمدة 8 أيام بدون أن ينقطع عن إتمام قداسته. ضل مستمر بالقداس إلى أن أسلم روحه بكل هدوء مساء عيد الميلاد سنة 1898. دفن الأب شربل بمقبرة بالدير العمومية، وشاهد أهله الجوار ليلة دفنه نور بيتلألأ فوق ضريحه، وتكرر ظهور النور طوال 45 ليلة. ومن هون بلشت الحكاية. من كترة الخوارق أذن البطريرك الياس بطرس الحويك بفتح قبره، فوجدوا جسمه سالما من الفساد، وجرى من خصرته دم ممزوج بماء، وأخذ جسمانه ينضح حرق دموي، وأعيد جسمانه للقبر الجديد عام 1926. سنة 1950 ب22 نيسان كشف على الجسمان، كشفت لجنة طبية وكنسية ولقوا إنه جسمانه ما زال سليم وصحيح كما كان قبل، وبعده مغمور
بدمه الراشح منه. وانتشر خبر الظاهرة وتهافتت الناس ألوف على الدير، وحتى اتكاثرت كل الناس حول الضريح، وصار في كتير حوادث شفاء من أمراض متنوعة وخاصة أمراض مستعصية. ضج لبنان والعالم بأخبار هيدي الأعاجيب الخارقة، وتماجى الزوار بالدير مثل البحر الزاخر من مصلين مؤمنين تائبين وخاشعين. وسنة 1965 بختام المجمع الفاتيكاني الثاني رفعوا البابا بولس السادس إلى شرف الإكرام على المذابح وأحصاه في مصاف الطوباويين، شيدت على اسمه كنيسة بعناية قرب ضريحه، تعد اليوم من أجمل كنائس الشرق الأوسط وأشهرها. وبشهر تشرين الأول 9 تشرين الأول 1977 أعلن البابا بولس السادس نفسه الطوباوي شربل قديساً على مذابح الكنيسة. وأكيد مش بالصدفة صار القديس شربل طبيب السما لهلأ، وبعد سنين كتيرة على وفاته بعده حاضر وموجود معنا، دايما موجود معنا من خلال الأعاجيب اللي عم بيقوم فيها بقوة الرب يسوع المسيح اللي حاطط إيده معه بكل شي، وعم بيساعد الناس ويشفي من الأمراض المستعصية. بنطلب شفاعة القديس شربل.